يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، رمضان كريم عليكم. حقيقي النهارده معانا حد من اجمد الناس في مصر والوطن العربي، وحد ليه اسهامات كبيره جدا في مجال السوفت وير. حد اكتر من 17 سنه خبره في المجال، تقريبا 5 سنين خبره في مجال الاي تي والجرافيك ديزاين، اللي كانت حاجه مفاجاه جدا بالنسبه لي. هو باشمهندس احمد متولي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك، يعني حقيقي شرف لي وجودك معانا النهارده. وانا سعيد ان انا معاك والله يا مصطفى. شكرا جدا. طيب ممكن يعني تبتدي كده في الأول اتكلمنا أكتر عن باشمهندس أحمد متولي، حد ما شاء الله أكتر من 22 سنة خبرة في المجال. وممكن حضرتك يعني في الأول كده تشاركنا في حاجة زي دي. تحب نبدا منين طيب من اول ايه؟ براحتك اللي حضرتك شايفه من الأول خالص. خلينا في عجاله كده يعني. انا احمد متولي، انا اشتغلت في مجال السوفت وير والهاردوير. يعني انا بادئ من الاي تي. الكلام ده كان تقريبا في سنه 2000 او قبل 2000 كمان، يعني انا بادئ من قبل كده. اشتغلت شويه حلوين كده في الاي تي والهاردوير، وبعدين اشتغلت في الجرافيك. والجرافيك كنت شغال برضو مع الاي تي، يعني ما كنتش سبت الاي تي ورحت للجرافيك، بس كان الفول تايم بتاع الجرافيك، وكان الاي تي كان شغل بارت تايم. لغايه لما بدات اشتغل في السوفت وير، لان كان التارجت الاساسي بتاعي كان سوفت وير. حتى وانا شغال في ايام الاي تي انا كنت بجهز نفسي اصلا ان انا ابقى سوفت وير ديفلوبر. اشتغلت فتره حلوه بقى في السوفت وير وبعدين قررت انقل على العالم بتاع الكلاود والديف اوبس والسولوشنز والكلام ده، فنقلت له مثلا تقريبا داخلين في 10 سنين اهو، حاجه زي كده. وخلال 10 سنين دي بقى انا كان عندي الفكره كده ان انا كنت عايز اعمل كورسات، يعني انا كنت عايز ابدا ادرب الناس واعلمهم. فحاولت مره كده ما نفعتش، بعدين حاولت تاني والحمد لله نفعت. فحاليا كده انا مركز كل طاقتي وشغلي في ان انا اعمل كورسات تدريبيه، او كورسات يعني دورات تدريبيه فيما يخص السوفت وير والكلاود وشغل الديف اوبس، كل بقى الحاجات المودرن اللي موجوده عندنا النهارده دي. بس ده تعريف ملخبط كده شويه وبس مناسب ان شاء الله يعني. عظيم جدا عظيم جدا، يعني ما شاء الله حضرتك فعلا حد خبرة كبيرة جدا في مجالات مختلفة كمان. الحمد لله كرم ربنا يعني. الحمد لله. طب يعني زي ما حضرتك قلت إن عندك تقريبا أكتر من 10 سنين خبرة في مجال الكلاود كومبيوتنج، وكمان حضرتك ليدر الكلاود كوميونتي هنا في مصر. فممكن حضرتك تكلمنا شوية عن موضوع الكلاود كومبيوتنج ده، أو يعني إيه أصلا كلاود كومبيوتنج؟ تمام. طيب هي الكلاود يعني هي من ساعه ما طلعت وهي غامضه بالنسبه لنا. وبس طبعا الغموض ده بدأ يعني بدأ يقل الفترة دي خلاص، بس هي من ساعة ما طلعت وهي دايما الناس بتسأل هي ايه، يعني من الحاجات اللي مش من الحاجات مظبوط. الواضحة. في حاجات كتير مظبوط. قوي، تكنولوجيز كتير طلعت عندنا واضحة، يعني ما فيش حد بيسأل ايه هي. هي مم. بتتقدم للناس وخلاص، تمام جميل حلو الكلام ده. انما الكلاود دي تحديدا، يعني في ناس وصلت انها بتشتغل فيها وبرضه مش فاهمه. يعني انا بيفتح الويب بورتالز بتاعت الكلاود بروفايدرز ويعمل عليها حاجات، وستيل برضه هو مش مستوعب ايه هي الكلاود. هو اختصارا الكلاود هو تقديم خدمات الاي تي لكن عن طريق الانترنت. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت بتأجر كل اللي انت محتاجه من شغل الاي تي ايا كان ايه هو، سواء هاردوير او حتى بعض انواع السوفت وير، بتأجرهم من الكلاود بروفايدر. انت ما بتعملش حاجه عندك. احنا زمان كان عندنا كل شركه عندها اوضه كده فيها شويه سيرفرز، على شويه نتوركينج ديفايسز، على تشكيله هاردوير كده موجوده في اي شركه، عشان يدور بس الشركه، يشغل بس الشغل بتاع الشركه. الاوضه دي طبعا احجامها بتختلف من شركه للتانيه، من اوضه صغيره لاوضه كبيره لدور بالكامل لحتى ميني داتا سنترز. انا اشتغلت في شركات كانت جواها، جوه الشركه، جوه مبنى الشركه، في زي داتا سنتر كده صغير. فاحجام الاي تي ريسورسز دي بتختلف من شركه للتانيه. جم الكلاود بروفايدرز، وطبعا كان على راسهم اي دبليو اس، هي اللي بدات الموضوع، وقالت لك لا انت ما تعملش حاجه عندك، انا هعمل لك كل حاجه عندي وتعالى انت اجرها. وعشان يبقى الموضوع فيه فلكسبيليتي، هم اضافوا طبقه من اللاير كده سوفت وير فوق الهاردوير. ليه الكلام ده؟ عشان ما تطلبش انت الحاجه بشكل مانوالي، او ما يبقاش البروسيس بتاعت انك بتحصل على الاي تي شغاله بشكل يدوي. لو انت مثلا تبعت ايميل لامازون من فضلك انا عايز 3 4 سيرفرات مواصفاتهم كذا ونتورك كذا، وهم يبداوا يجهزوها ويعملوها لك، لا الكلام ده ما حصلش. ولو كان بيحصل كان هيبقى مشكله. اللي حصل ان امازون ضافت طبقه كده من السوفت وير تخليك انت تختار اللي انت عايزه في اي وقت من الموارد المتاحه يعني بتاعت الاي تي، وتشتغل بيها على طول في اي وقت، وقت ما تحب، وتدفع بس على قد استخدامك. انت مش ملزم ان انت تستخدم الريسورسز دي طول حياتك او فتره معينه. وان كان لو عايز تستخدمها
يعني يبقى في فتره معينه نتفق عليها، فانت هتوفر اكتر طبعا في الفلوس، لكن براحتك، كل الاوبشنز اللي انت عايزها متاحه، انت اللي بتقرر في الاخر انت عايز ايه. ده برضو كده ايه تعريف ملخص للكلاود. جميل جدا. حتى في شركات صغيره دلوقتي بتبقى بتتجه ان هي تجيب السيرفر بتاعتها او الداتا بتاعتها تكون عندها خاصه بيها اكتر، مش الموضوع يكون سايب اكتر او مجرد هاردات مرميه في كل مكان. لا، الموضوع الكلاود ده هو الاكثر استخداما يعني. مصل هو خلاص الكلاود موجود من سنين طويله. مم. يعني في شركات بتبدا اصلا على حس الكلاود، في شركات بقت موجوده النهارده عشان في كلاود موجود. الشركات دي ما كانتش هتعرف تبقى شركه لو ما كانش في كلاود. مظبوط. ستارت ابس كتير النهارده بدات وظهرت للدنيا، وبقى الابلكيشن بتاعها بقى موجود في كل حته بسبب ان في حاجه اسمها كلاود. بفضل لو الكلاود شلنا فعلا. الكلاود وجينا نفكر كده في المودلز القديمه، هنلاقي الموضوع كان عقبه كبيره جدا قدام كل الشركات، اغلب الشركات، حتى الشركات اللي عندها متخصصين الموضوع اصلا ما كانش سهل. مم. طيب يعني حضرتك تقريبا احنا زي ما عارفين ان في علاقه بين الكلاود كومبيوتنج والديف اوبس، فايه هي ايه هي العلاقه اللي بينهم اصلا، او ايه هو الديف اوبس؟ بص هو في علاقه كبيره، والترم او مصطلح الديف اوبس هو ظهر اصلا في عصر الكلاود. يعني بعيدا عن الفلسفه وان هو يعني ممكن يتطبق بره الكلاود، لان هو الفكر نفسه لو فهمته هتلاقي ان هو مش مرتبط بيتنفذ على ايه في الاخر، بس هو خلينا يعني على ارض الواقع هو بنسبه 99% بتنفذ على الكلاود. طيب ايه هو الديف اوبس اصلا، او ايه هو من ناحيه الشغل؟ سيبك من التعريف الاصلي كان معناه ايه وتحول لايه وكده، خلينا نتكلم في الشغل اللي بيحصل النهارده في الشركات. تمام. اي سوفت وير بعد ما بيتعمل محتاج انه يشتغل، محتاج ان هو يتحط على الاي تي ريسورسز دي ويشتغل. حسب بقى الاركتكتشر بتاع السوفت وير ده، كل جزء من السوفت وير بيتحط على مكان معين حسب طبيعه الجزء ده من السوفت وير. الحاجه التانيه، في ديفلوبرز شغالين بيحسنوا في السوفت وير بشكل مستمر. ما فيش سوفت وير كده بيطلع وخلاص خلص، ما فيش حاجه بتخلص يعني في شغل السوفت وير ما عندناش حاجه اسمها انا خلصت او السوفت وير الابلكيشن ده خلص، ولا زمان ولا دلوقتي. ففي ديفلوبمنت تيم شغال على طول، عمال يطلع في تحسينات، عمال يطلع في فيرجنز جديده. فالتحسينات دي لازم في الاخر انها توصل انها تبقى هي اللي شغاله، الفيرجن القديم يتشال ويتحط مكانه فيرجن جديد. فيرجن جديد، مظبوط. بالظبط. الحاجه التانيه، الابلكيشن ده وهو شغال انا عايز اعمل له مراقبه، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل فيه، انا عايز اشوف اليوزرز اللي داخلين دلوقتي جايين منين وجايين بيعملوا ايه، وحجم الريكوستات وعددها وكل الكلام ده كله. الحاجه الثالثه، انا محتاج سكيور بقى الاكسس على الانفراستراكشر بتاعت الاي تي اللي انا مأجرها عند الكلاود دي، في جزء برضو من السكيورتي ده عليا انا. كل اللي انا قلته ده شغل الديف اوبس. الديف اوبس هو اللي مسؤول عن ان اللي انا قلته كله في الاخر ده ان هو يكون شغال بشكل مستقر. يعني مسؤول عن مرحله الديفلوبمنت اصلا، ومرحله بقى السكيورتي او الاي تي اوبريشنز عموما. من بعد الديفلوبمنت ما بيخلص تيستنج وكل الكلام ده، المفروض ان هو السوفت وير بيطلع على الانفايرمنت اللي هي الاي تي ريسورسز المناسبه ليه. طلوعه ده في حد ذاته ان هو يروح اصلا على الانفايرمنت دي او الاي تي ريسورسز دي مسؤوليه الديف اوبس. جميل جدا. التحسينات المستمره اللي بتتم في الكود، الاصدارات الجديده اللي بتتم في الكود، مسؤوليه انها تبقى هي اللي شغاله دلوقتي، دي مسؤوليه برضو الديف اوبس. المراقبه اللي بيحصل في الابلكيشن دي في جزء كبير منها مسؤوليه الديف اوبس، يعني في طبعا جزء بيعتمد على الكود ذات نفسه، كود بيعمل لوج لبعض الداتا المعينه يعني، لكن في جزء كبير بقى ليه علاقه برضو بره بره الكود ده تبع الديف اوبس. في جزء من السكيورتي، الديف اوبس مسؤول ان هو يظبط كل انواع الفاير وولز والشيلدز اللي المفروض تتحط في الانفايرمنت بتاعت الابلكيشن، الانفايرمنت اللي شغال عليها الابلكيشن. جميل. دي برضو ده جزء من شغل الديف اوبس، بس ده جزء كبير يعني مش حاجه صغيره. جميل جدا. طب ممكن حضرتك تقول لنا لو في مهارات معينه لازم نتعلمها علشان او عشان نكمل في تراك الديف اوبس، او علشان نشتغل فيه، في حاجات معينه لازم ضروري ان احنا نتعلمها؟ في حاجه رئيسيه وللاسف الناس بتغفل عنها، لان النهارده الديف اوبس لو دخلت كده تشوف الانترنت يعني عليها ايه بتتكلم، يعني ايه الكلام على الديف اوبس في النت، هتلاقي شويه تولز، هتلاقي تولز كتير قوي، كوبرنيتس، دوكر، بروميثيوس، شويه تولز كده كتير. فاي شاب صغير متحمس بيخش على طول يتعلم التولز دي. هو انت هتتعلمها، ما حدش قال حاجه يعني، بس هي التولز دي مش اساس الديف اوبس. التولز دي بتتغير يعني، التولز اللي موجوده النهارده دي ما كانتش موجوده من 5 6 سنين، وبعد 5 6 سنين كمان مش هتبقى موجوده، هيبقى في حاجات تانية غيرها، بس فيها كام حاجه كده ثابته ما بتتغيرش.
وكل التولز دي اصلا مبنيه عليهم. يعني الناس بقى اللي بتتخصص يعني بيبقوا بروفيشنال بقى ويبقى سينيور في المجال، بيبدا يدرك ده، ان كل التولز دي مبنيه في الاخر على حس حاجتين مهمين قوي: على ادراكك التام لللينكس اوبريتنج سيستم ده شغال ازاي من جوه بكل المكونات بتاعته، وعلى المهارات الخاصه بالسكريبتنج اللي هي الكودينج يعني، بس السكريبتنج الخاص بيه برضو اللينكس اوبريتنج سيستم. انت ازاي تاخد اللي انت عايزه من الاوبريتنج سيستم ده عن طريق انك تديله كوماندز مكتوبه. وبقول لينكس مش حاجه تانية لان هو لينكس اكتر حاجه موجوده. الويندوز موجود طبعا، وبنعمل له سكريبتنج بحاجه اسمها باور شيل. موجود جزء، مش يعني ما نقدرش ننكره، لكن هو جزء ضعيف الصراحه موجود في المجال. اكتر حاجه موجوده حتى التولز اللي موجوده دي هي اصلا مبنيه على حاجات لينكس. في تولز مش ما تنفعش اصلا تبقى موجوده عند ويندوز، لان الاساس او الاركتكتشر الداخلي الانترنال بتاع ويندوز مش مجهز ليها اساسا. في حين ان اللينكس لا، الكيرنل جاهزه. حاجه زي مثلا كوبرنيتيز او دوكر او الكلام ده، كان في اصلا جزء منه معتمد على فيتشرز موجوده في الكيرنل بتاعت الاوبريتنج سيستم، مش مجرد تول محطوطه فوق وخلاص. ده في حاجه في الكيرنل لازم تكون موجوده. فخلاصه الكلام يعني هو لينكس هو ده الحصان الاسود يعني في شغل الكلاود. لو انت فاهم لينكس كويس بره الكلاود، يعني لو انت منزل لينكس عندك كده لوكال وفاهمه هو شغال ازاي، بيرن البروسيسز بتاعته ازاي، بيتعامل معاها ازاي، بيتعامل مع الفايلز ازاي، الكلام ده لو فهمته كويس وعرفت تتعامل معاه عن طريق سكريبتنج، ده كده اساس الديف اوبس. لان انت كل شغلك بعد كده هيبقى مبني على الكلام ده. يعني ممكن نقول ان الشخص اللي عاوز يدخل في مجال الديف اوبس ده لازم يكون كويس في الاول في اللينكس. بالظبط كده. جميل. طيب حضرتك كنت كتبت بوست على فيسبوك من فتره كده وقلت فيه ان اللي مش الشخص اللي مش هيبقى متاسس صح او بيعمل شغل بسيط هيبقى عنده مشكله في انه يبقى منافس في السوق. وبما اننا يعني حاليا داخلين على عصر جديد ومحتاجين طرق تعامل جديده وهكذا، فممكن حضرتك تقول لنا ازاي الشخص مننا احنا كطلبه لسه بنتعلم ازاي لما نتخرج ان شاء الله نكون عندنا فرصه ان احنا نكون بننافس أو الحاجات اللي احنا نعملها والخطوات الايه يا مصطفى؟ معلش الايه اخر حاجه، اخر جمله معلش ما طبعا. سمعتهاش. تمام. بما اننا يعني لسه احنا كطلبه يعني ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها دلوقتي توفر علينا في المستقبل او ان احنا يكون لنا مكان وسط المنافسه الكبيره للشغل وكده يعني. طيب هو للاسف الواقع بقى مش لطيف، مش لطيف من ناحيه ايه؟ من ناحيه المجهود المطلوب بذله عشان بس تبقى موجود بتنافس. المجهود ده بيزيد كل فتره. يعني على ايامنا احنا المجهود ده كان اقل بكتير قوي من دلوقتي. لو انا براجع كده بشوف احنا كنا يعني الحاجات اللي احنا احتاجناها نذاكرها او نستعد بيها عشان ندخل نشتغل اقل بكتير قوي من اللي موجوده دلوقتي. فللاسف انت مضطر تبدا من اللي موجود دلوقتي. واغلب الشركات موجوده النهارده ما عندهاش صبر على حد. ولو هتصبر عليك يعني ان انت تكمل اللي مطلوب منك، لازم يكون عندك جزء كبير منه كمان. مش هتصبر عليك اللي هو انت صفر وتعالى ما فيش مشاكل وتعلم عندنا، لا. هو انت مثلا 60 70% وتعالى كمل عندنا ما فيش مشاكل. للاسف انت لازم تكون مستعد وانت في الجامعه. انا عارف ان ده عبء بقى، يعني زياده الجامعه اصلا ما بتخلكش تتنفس، يعني المواد اصلا الدراسيه والامتحانات والكلام ده انت ما بتتنفسش. بس لازم تكون مستعد للسوق وانت في الجامعه. لازم تكون مخلص الجامعه، لما تيجي تقدم على شغل تكون فعلا فاهم السوق محتاج ايه. بس خلينا اقف شويه هنا ويعني واقول حاجه مهمه: انت مش هتبقى جاهز زيك زي اللي اصلا بقاله كام سنه شغال. يعني حتى لو خدنا موضوع وجهزنا نفسنا فيه، انت مش هتوصل فيه لمرحله انك كانك واحد بقالك سنين شغال. لا، انت في الاخر برضو الشركه اللي بتشغلك هي عارفه ان انت راجل فريش لسه خارج. فكون ان انت مثلا فاهم وانت خارج مايكرو سيرفيس مثلا على سبيل المثال يعني، فاهمها من بره كده وعارف هي يعني مكوناتها ايه او يعني الدنيا بتاعتها ايه، حتى لو انت ما عملتهاش بايدك، فدي بالنسبه لهم تمام. انت كده فاهم الدنيا، انت فاهم المجال فيه ايه اليومين دول. كونك بقى لسه هتحط ايدك في الشغل ده، ماشي، تعالى بقى اشتغل عندنا مفيش مشاكل. انما لو جيت تتسأل مثلا في الشركه تعرف ايه عن مايكرو سيرفيس، لا والله انا ما خدتهاش في الجامعه. طب تعرف ايه عن الكلاود؟ لا ما اعرفش عنها حاجه. طب ما انت كل الحاجات المودرن اللي احنا شغالين بيها ما تعرفش عنها حاجه، ايه اللي يخلينا بقى نشغلك؟ فهتلاقي نفسك في ازمه. فقبل ما تخلص جامعه تكون مستعد. يعني مستعد ان انت تكون متعلم كويس على الاقل
انت بتاخدها ككورس في الكليه، يعني يكون عندك معرفه بيها كويسه. بالظبط كده، يعني عشان بس الناس ما تحسش انها ايه، انا المفروض ابقى يعني شبح في الحاجه اللي انا هتعلمها دي. لا، مم. انت هتتعلمها بهدوء. الموضوع هتتعلمه بهدوء وانت راجل فريش في الاخر. يعني مش مطلوب منك تبقى حد يعني جامد ومخلص الدنيا كلها، بس فاهم. تعالى نتكلم، هتعرف تتكلم. طب هل دي موضوع اهم حاجه. الخبره بيفرق؟ يعني لو شخص مثلا لسه فريش بيطلبوا منه يكون عنده خبره في حاجه معينه او في فريم ورك معينه او حاجه زي كده، ولا ده مش موجود؟ ده موجود وبيطلب منك اصلا. يا بص انت، هو اصلا لو في شركه النهارده بتطلب حد فريش، فدي اصلا حاجه غريبه. دي مم. مش معتاده. الشركات اللي بتطلب ناس فريش دي قليله، نادره. مم. كل الشركات مينيمم عايزاك خبره سنتين ثلاثه. ليه؟ لان اغلب الشركات النهارده شركات ستارت اب. اساسا يعني الفكر بتاع الستارت ابس او الروح بتاعها، المحرك الاساسي بتاعها انها تحرق في كل الريسورسز اللي عندها. عايزين نجري بسرعه نطلع فيرجن جديد او اول فيرجن حتى. فاحنا عشان نجري بسرعه لازم الناس تكون عارفه تجري معانا. فانا مش كشركه يعني يقول لك انا مش هفتح الباب لناس لسه هتتعلم. انا اصلا عايز اللي يشيلني. فانا مش هعرف اشيلهم. فده اغلب السوق للاسف. شركات قليله بقى، او الشركات المستقره اللي هي تخطت مرحله الستارت اب، خلاص بقت شركه مستقره. اه، دي بقى بتبدا تدخل ناس بقى ايه، تعالى ورينا بقى فريش. الطقم الفريش ده، نبتدي نشوف هنستفيد منه ازاي. فال في مشكله اصلا انك تلاقي شركه عايزه فريش. طيب، هل ده معناه ان انا لما اجي ادور مش هعرف ابلاي في اي وظيفه؟ لا، انت هتعمل ابلاي. لما تلاقي شركه طالبه ناس وبتقول لك مثلا مينيمم سنتين خبره، امسك فيها حتى لو انت فريش. شوف مم. المتطلبات بتاعتهم ايه. لو انت قريتها قبل كده وذاكرتها قبل كده بالطريقه اللي انا قلت لك عليها يعني، قدم وشوف. في احتماليه كبيره جدا ان الشركه تقتنع بيك. ان الشركه، خلي بالك، اللي بتكتب انا عايزاك سنتين او ثلاثه او كده، هي في الاخر مش عايزه السنتين، هي عايزه الخبره اللي من ورا السنتين. فلو لقيتك انت لسه متخرج وفاهم المواضيع اللي هي محتاجه تشتغل فيها، فاكيد يعني هيقبلوك. يعني في شركات بتشغل طلبه في الجامعه، بس انت عمرك ما هتلاقي مظبوط. اعلان وظيفه مطلوب طلبه في الجامعه. طب ايه اللي خلى الشركه تشغله؟ والله لقوه بيعرف يشتغل، عرف يقدم نفسه، عرف يتكلم كويس، عرف وراهم حاجه كان عاملها شبه اللي هم عايزين يعملوها، مسكوا فيه. ده تمام. الدنيا ماشيه كده في الشركات يعني. جميل. طيب ممكن حضرتك برضو يعني كده تقريبا قلنا كل الأسئلة اللي احنا عاوزين نقولها، ممكن في الآخر كده حضرتك تقول لنا زي نصيحة عامة كده للشباب اللي سمعنا، أو حاجة تسهل عليهم الطريق زي ما قلت لحضرتك. حاجه تسهل الطريق. بالظبط، نصيحة من باشمهندس أحمد متولي لينا يعني. طيب، هقول لك حاجه تسهل الطريق، عشان دي حاجه احنا كنا بنقع فيها برضو احنا في الاول واحنا بنتعلم، وكانت بتسحب مننا وقت كبير. اللي انا هقوله ده مبدئيا كده هو صعب. يعني هو مش حاجه سهله. انت هتسمعه وتقول اعمل الكلام ده ازاي؟ صدقني ما اعرفش. انت هتتعب فيه شويه. المواضيع اللي انت محتاج تذاكرها، اولا لازم تحددها. لازم تحددها. يعني ما تسيبش نفسك كده ايه، بتتعلم في الفراغ. اللي هو انت اي موضوع يجي لك هتعلم ده. اي حد يقول لك يلحق نزله كذا جديد، اجري اتعلم. او الدنيا فيها مليون موضوع، انا لازم اعمل خطه ذاكر المليون موضوع. لا، انت هتذاكر كام موضوع سيلكتيف، هتختارهم كده. تمام، بناء على ايه؟ على المطلوب في السوق. انا شخصيا عملت قبل كده رود ماب ليها علاقه بالحاجات المطلوبه في السوق. ده مم. المطلوب دلوقتي يا جماعه. المطلوب ده بيتغير كل فتره. يعني طبيعي كل كام سنه كده المطلوب ده بيزيد عليه حاجات وبيمشي منه حاجات. فانت برضو مم. مهمتك تشوف الكلام ده لسه مطلوب فعلا. هو ده مطلوب، مطلوب حلو قوي. ده تبدا تركز عليه. وتحدد، ودي بقى اهم حاجه، تحدد ان انت مش هتذاكره عشان توفر على نفسك مجهود ووقت انت اولى بيه. احنا بنقول انت في الجامعه وهتذاكر، يعني هتذاكر المواد الجامعيه بتاعتك، وكمان هتذاكر اللي السوق طالبه. فانت اصلا مم. يعني انت حاطط على نفسك مجهود كبير غصب عنك طبعا. فعشان نخف المجهود اللي ملوش لازمه، لازم تحدد ايه اللي انت مش هتذاكره. المنطقه دي انا مش هجيها، ليه هاجي ناحيتها؟ ليه مش هتيجي ناحيتها؟ لان ده والله انا قدام اختيارات. يا اما مثلا اشتغل جافا، يا اما اشتغل دوت نت. فانا خلاص الجافا دي، العالم بتاع الجافا ده انا مش هاجي ناحيته، انا هركز فقط في الدوت نت كمثال يعني. مش مطلوب منك في الاول انك تتعرف على 4000 لغه برمجه. لا، اعرف واحده كويس وكمل بعدين لما تشتغل بقى بعرف الثانيه والثالثه والرابعه براحتك. كل موضوع نويت تذاكره لازم تعرف حدوده الاول. عشان مش حدوده، هو ما فيش موضوع له حدود. تعرف الحدود بالظبط. اللي انت هتذاكرها حتى في الموضوع ده.
لان حتى الموضوع الواحد ممكن يوديك في سكه ما تخرجش منها. تعالى كده خش مثلا في سكه الالجوريزمز، ممكن تلاقي نفسك رحت تتعلم ماس وعايز تقدم في يعني في بكالوريوس رياضه مثلا او حاجه زي كده، اللي هو يعني انا عايد ثانويه عامه عشان افهم الالجوريزم. مع ان لا، في سكوب كده مش بتاعك خالص انك تدخل فيه. حدد السكوب اللي انت المفروض تركز عليه. الكلام ده انا عارف انه صعب للطالب، يعني هو صعب اصلا على الناس الكبيره، على طالب هيبقى صعب، بس ده صدقني هيوفر عليك مجهود ووقت انت محتاجه. يعني ممكن نقول اتمنى تكون النصيحه واضحه يعني مش لا، واضحه فعلا، ولكن هي صعبه شويه زي ما حضرتك قلت يعني. اه. يعني ممكن نختصرها كأن اهم حاجه ان الشخص يكون متابع دايما الحاجات اللي في السوق، وعارف السوق دايما بيطلب ايه، بحيث ان هو يطور نفسه فيه، ويحدد الحاجات اللي هو مش هيذاكرها، ويعرف ايوه. المجال اللي هو داخل فيه. وحتى الموضوع الواحد يعمل له سكوب. يعني الموضوع الواحد ما يبقاش اسم في المطلق كده وخلاص. لا، مم. الموضوع ده لازم يبقى ليه سكوب، ليه حدود. انا هتعلم ايه الكام موضوع اللي انا هتعلمهم في الموضوع الرئيسي ده. مم. يعني يعرف ايه خلي المكونات بالك انت لسه في الرئيسيه دي الاول، تاني يا ويتعلمها. جماعه، تاني يا شباب، انت لسه في الاول، مش مطلوب منك تبقى مقفل كل حاجه، بس مطلوب منك تبقى عديت على المواضيع دي على الاقل من بره، على الاقل فاهم تتكلم فيها. جميل جدا. تمام، يعني شكرا جدا لحضرتك على النصائح الجميله دي، وشكرا لوقت حضرتك جدا. اي شرف. العفو يا مصطفى، سبحان ربنا الله. يوفقكم جميعا ان شاء الله يعني. شكرا لحضرتك. شكرا مصطفى. سلام.